نظمت الجامعة الأمريكية بدهوك وشاركت به شخصيات كردية وأحزاب ومثقفين وحتى شخصيات من خارج العراق. وملخص اللي انطرح أنه الحوار راح يبدأ رسميا مع بغداد بمرحلة ما بعد داعش. طبعا اكو هواية اشياء مفرحة انقالت من قبيل انه بغداد راح تبقى عمق استراتيجي بالنسبة لاقليم كردستان، يعني راح نصير جيران مميزين. هذا التصريح واحد من عدة تصريحات سمعناها، اخطرها برأينا هو اللي قاله نائب الامين العام للاتحاد الوطني برهم صالح، ومفاده انه الاستقلال ما يعني بالضرورة انتقال الترابط مع بغداد وتوجيهها باتجاه انقرة او طهران، لا، لان مصالح الكرد تتمثل في إقامة علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف. مو بس هاي، برهم صالح قال عبارات ما كان يخطر ببال أحد أن يقولها، ومنها مثلا أنه زمن إبقاء الكرد أسرى قد ولى، وما يقدر المجتمع الدولي أن ما يأخذ هذا بنظر الاعتبار. وأشار إلى أنه جميع أبناء الكرد يتمنون يجي اليوم اللي يشوفون براية كردستان ترفرف إلى جانب رايات الدول الأخرى. يعني السالفة صارت صدق، ويبدو الطرفين الكرديين شبه متفقين على الاستراتيجية رغم وجود خلافات على طريقة الحكم، بس كله يهون من أجل طبخة البامية، خصوصا أنه شفناها قبل يومين بخريطة مرعبة نشرتها الواشنطن بوست وبينت فيها سيطرة البيشمركة على مساحات شاسعة تقدر بنحو نصف مساحة إقليم كردستان المتعارف عليها. الصحيفة نقلت عن قادة كرد ميدانيين قولهم إن قطاعاتهم ما راح تنسحب من ذيك المناطق باعتبارها كردية، وراح تقاتل أي طرف يحاول أن يخرجها منها. هسه شنو اللي راح يصير؟ منو اللي راح يخسر ومنو اللي راح يفوز؟ كركوك ضمن الطبخة لو المناوشات بين العصائب ورئاسة الإقليم عبرت إشارة إلى أن المشاكل ممكن تحدث مو بس حول كركوك توابعها، لا، الأمر يجوز يتعدى للموصل وتل أحفر، وأكيد بحسابات إقليمية. وبمناسبة الحسابات الإقليمية الموضوع كلش معقد والهسه ما محلول. صحيح ترامب هواوية الاستقلال مثل ما لمح بعض المراقبين، وصحيح زلماي خليل زادة كان بدهوك اليوم وقال انه استقلال كردستان اهم المسائل السياسية المرتبطة بعراق ما بعد داعش. صحيح انه وزير خارجية ترامب اللي تعط منه ريحة النفط يرتبط بعلاقات سياسية واقتصادية مميزة ويا كردستان. صحيح الامريكان بيدهم الشمشة وما حد يقدر يصب الا باذنهم، لكن الصحيح ايضا انه الاستقلال ممكن يتحول كابوس اذا ما اقتنعت الاطراف الاقليميه الاخرى مثل ايران وتركيا وحتى بغداد. وهنا الواحد فورا يتذكر تجربه مهاباد الرهيبه من احترقت طبخه الباميه وريحه الشعواط وصلت الموسكو وانتهى الحلم بكابوس هسه الاكراد خايفين منه. الطبخه استوت، بس السؤال هنا الاكراد عندهم القدره على ان يطفون النار الجواهه بالوقت المناسب؟ لو ريحة الشياطة ما راح تلحق لها حتى موسكو هالمرة. نرحب بكم ونناقش هذا الملف مع الدكتورة حنان الفتلاوي رئيسة حركة إرادة النيابية، ومن أربيل ينضم لي السيد محسن السعدون النائب عن التحالف الكردستاني أو عن الديمقراطي الكردستاني، اللي ما أعرف جاهز لو بعده ما جاهز، يعني كنت محضر له السؤال الأول. نبدأ يا دكتورة حنان لحد ما يجي السيد محسن السعدون. دكتورة حنان رحب بك أولا، واليوم صدرت تصريحات واضحة جدا تختلف عن نمط التصريحات السابقة، وكأنه هناك استعداد كردي لإعلان هذا الانفصال أو الاستقلال قريبا. تقييمك لهذه التصريحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولمشاهدي قناتكم الكرام. يعني بتقدير التصريحات لا تختلف كثيرا عن التصريحات السابقة. احنا منذ سنوات وليس اليوم الأول ونحن نسمع تصريحات من هنا وهناك، وتحديدا إذا يعني نتذكر أكثر من يصرح هو السيد مسعود البرزاني وأولاده وابن أخوه وطاقم العائلة، يعني العائلة البرزانية هي أكثر من يصرح بهذه القضية. ماكو واحد منع الإقليم إن أراد أن يستقل أن يستقل، من يمنعهم؟ على مدى سنوات وإحنا نسمع هذا التصريح. أنا يمكن في مرة قلتها وأقولها اليوم، لو أعلن إقليم كردستان استقلاله أنا أول واحد راح يبعث لهم باقة ورد يهنيهم باستقلالهم. لكن الكلام شيء والواقع شيء آخر. تعودنا كل ما يريد الإقليم، كل ما عنده مسعود البرزاني خلاف مع أطراف كردية يصدر الأزمة الداخلية مالته للخارج يعني بتصريحاته من الاستقلال واستقلال الإقليم. اليوم كاك برهم، لا اليوم كاك برهم قال انه
اليوم الان هي الفرصه التاريخيه لاستقلال الكرد. ما حد يمنعهم استاذ احمد. والاكراد لازم ما يبقون اسرى. اولا خلينا يعني نميز. خلينا نميز. ايه؟ الاكراد يريدون يستقلون لو البرزاني وعائلته يريدون يستقلون. خلينا نحدد. إن كان الأكراد يريدون يستقلون فإحنا كنا مع حق إخواننا بتقرير مصيرهم ضمن الدستور والسياقات القانونية. زي. ما نختلف ولا نطمح أن نكون في عداء مع دولة كردستان الجارة. راح نطمح أن نبني علاقات لأن راح يحتارون بيضاتهم وين يصدروهن، راح يصدروهن يمنا. بيضات مال دجاجاتهم ما يلقوا لهن منفذ. ومن تاخذهم قطر من عندهم لو السعوديه بيضاتهم يردن علينا. السياحه احنا هم ناسنا بالموسم المضى 100 مليون دولار بس السياحه من اموال الوسط والجنوب راحوا الوسط والجنوب سياحه في كردستان 100 مليون دولار بس باعياد نوروز فقط 100 مليون دولار. هذا بتصريح من حكومه الاقليم نفسها. فاكيد احنا ما نطمح ان تكون كردستان دوله كردستان عدوه لدوله العراق، نريد دوله جاره صديقه بتبادل منفعه بيننا وبينهم. لكن خلينا نميز، إن كان الأكراد يريدون هذا الحق نجي وفق الدستور والقانون نتفاهم وكل شيء بشكل طبيعي. إن كان البرزاني يريد هذا الحق فأنا أتصور أول من سيقف ضدهم الأكراد نفسهم، لأنه البرزاني من حكمهم على مدى خلينا نقول هسه ما راح أحكي على القديم على اعتبار كانت وصاية أمم متحدة وغيرها ومجتمع دولي على مدى 13 سنة. وين وصلوا؟ بلا رواتب الآن تتظاهر الناس من أجل لقمة عيش، تكميم الافواه، عدم السماح للمواطن الكردي ان يعبر عن رايه. منصور ومسرور بغدادش بسبب اداء بغدادش. يعني هاي بغدادش اداء بغدادي خلى منصور ومسرور ابناء مسعود البرزاني على نمط عدي وقصي يتمتعون بخيرات الاقليم، يتنقل بطائره خاصه من مكان لمكان وشركات نفطيه وشركات هاتف وغيره وغيره يتمتعون بخيرات الاقليم، وابن الاقليم اكو مواطن درجه اولى ومواطن درجه ثانيه هذا يستلم راتب. دكتور لا تنسين الان تتحدثين عن رئيس اقليم منتخب، هسه تقولي لي سنتين مو شرعي. فاقد الشرعيه. هسه تقولي لي مو شرعي تم انتخابه ولا حد يعني لا العرب ولا الكرد ولا الفرس ولا كل قوميات العالم ولا كل دول العالم تقدر تنكر موقع ملا مصطفى البرزاني ومسعود ملا مصطفى البرزاني استاذ احمد وتاريخهم بالقضيه الكرديه. ما حد ينكر دور وقتال البيشمركه. اخوه هسه ملا مصطفى البرزاني على راسي ما يخالف، قاتل وناضل وجاهد بس وحده، ويا قيادات بيشمركه الان ركنت على جانب وناس منها توفت وراحت، واكو جيل جديد ابناء البرزاني وعائلته من يتمتع بالخيرات، مو قيادات البيشمركه اللي تصدت وتحدث. وين محمود عثمان؟ وين نوشروان؟ وين ذولا اللي قاتلوا؟ ليش هو بس مسعود البرزاني قاتل النظام السابق؟ اكو فرق بين من تصدى من ما حضد انتخبوا الاقليم ما عندنا اعتراض، دخلنا احنا بانتخابهم ابدا من الدخل. انتهت المده القانونيه والان اهل الاقليم نفسهم رافضين ان يجددوا. والله سوي واحد من اهل الاقليم وممثل عن 100,000 يمكن عراقي او 100,000 في الاقليم، سيد محسن السعدون. لا سيد محسن السعدون عبر الهاتف مؤقتا لحد ما تصلح الصوره. رحب بك سيد محسن السعدون واسال شنو هي المعطيات اللي استندوا عليها القادة الكرد اليوم بتصريحاتهم وقالوا بأنه هي هاي اللحظة التاريخية اللي لازم نستثمرها ويستقل إقليم كردستان؟ شنو هاي المعطيات؟ اكو مشكلة بالصوت شباب؟ سيد محسن السعدون تسمعني؟ ما جاي اسمع. اكو مشكله. يلا نشوف لنا المشكله وين. دكتوره حنان ارجع لك واقول بانه الامه الوحيده على هالمعموره على الكره الارضيه اللي ما عندها دوله هي كردستان. الكرد القوميه الوحيده اللي ما عندهم دوله على هاي الارض. والان مثل ما اليوم اكد سيد جيرفان البرزاني يقول الاستقلال يخص كردستان العراق. فلا تقولي لي اكو ظروف بكرد سوريا، كرد الاتراك، كرد ايران، اكو ظروف ما مناسبه. كرد العراق الان كل الظروف المحيطه بهم ما يشاع عن دعم دولي، دعم امريكي، كلها علاقتهم الطيبه مع تركيا، كلها جاي تقول انه قريبين من تحقيق هذا الحلم. والله مبارك عليهم، وانا اول الناس راح افرح لهم.
ونتمنى تربطنا علاقات طيبة مع دولة كردستان الجارة. مثل ما قلت لك ما حد اعترض اليوم باكر عقبه أمس قبل سنة قبل سنتين قبل، من منعهم؟ إن كانت دولة كردستان قادرة على أن تستقل من منعها؟ بس ما أنا أرجع وأقول لك الحكي إقناع الجمهور البسيط غير على أرض الواقع. أنا هسه مو طرف، ولا يعنيني كرد سوريا ولا يعنيني كرد إيران ولا يعنيني تركيا راح تعترض تسمح لهم لو ما تسمح لهم. هاي المشاكل كردستان طالما قرر يصير دولة هو عليه أن يلقي حلول لهاي المشاكل، هو عليه أن يلقي تسوية. هل سيكون صديق لإيران أم عدو لإيران؟ هل سيكون الحديقة الخلفية لتركيا أم ندوة خلينا نقول عدو لتركيا؟ كيف ستكون علاقته بسوريا؟ من يقرر يصير دولة هو من عليه أن يجد حلول لمشاكله مع دول الجوار. لكن أنا أجي ما تصدر هيج تصريحات من قادة كبار بكردستان إذا ما مضبطين أمورهم الجماعة. جيد جدا، بس خلينا نجي هم ما يخالف ضبطوا دوليا أوكي كل الزين وحصلوا مباركة هاي الدولة وهاي الدولة وهاي الدولة. نجي على أرض الواقع، إذا هو كردستان هيك عنده مقومات الدولة. المقومات الدولة شنو؟ علاقات خارجية، دفاع، اقتصاد، اكو غير ذن الثلاثة اللي هي تمكنك من إنشاء دولة ورضا مواطنيها. يعني 4 عوامل: رضا المواطنين، يعني مرة أبو البصرة للدولة، إذا أهل البصرة ما راضين الدولة ما حد يقدر يسوي دولة غصبا ما عليهم. رضا المواطنين، جانب اقتصادي، اكو اكتفاء اقتصادي، يعني عندي استقلال اقتصادي واستقلال سياسي، عندي منظومة دفاعية تمكنني أن أحمي نفسي. هو قلنا علاقات خارجية، دفاع، اقتصاد، رضا مواطنين، 4 عوامل. إذا هو أقنع الدول المجاورة وحصل موافقة دول أوكي، منظومة دفاعية عنده تكفيه يحمي نفسه من دولة العراق ومن دولة إيران ومن دولة تركيا، وعنده رضا المواطنين اللي هو احنا هسه نجي نناقش قضيتين، ليش ما راح نناقش رضا المواطنين ونناقش الجانب الاقتصادي. خلينا نناقش الدولة. لا خلص مع استاذ محسن، واسال مرة ثانية سؤالي الأول اللي ما سمعته. إن شاء الله يسمعني، إن شاء الله يسمعني، خلونا لا تخلونا نتشائم. سيد محسن السعدون، أرحب بك أولا وأسأل شنو هاي المعطيات اللي يعني استندوا عليها القادة الكرد اليوم بالتحديد، وسمعنا أكثر من تصريح استندوا عليها وأعلنوا قرب استقلال كردستان وقرب التفاهم مع بغداد حول الاستقلال. شكرا أستاذ أحمد. أنا قبل ما أجاوب على هذا السؤال بودي أن أبين شيء. مع كل الأسف كثير من السياسيين ورؤساء كتل في بغداد الآن بالعملية السياسية لا يعلمون شيئا عن تاريخ الأكراد وما حصل للأكراد وما حصل وما عمل به البرزاني الأب للشعب الكردي إلى أن وصلنا. يعني أول ما يتكلمون كأنهم عداوة مع عائلة البرزاني، وما يدرون بأنه عائلة البرزاني بالنسبة للشعب الكردي في كل الأطراف ال4 أيضا هو خط أحمر، يعني بالنسبة لهذه العائلة ولتاريخ هذه العائلة. بسبب هاي كردستان هم ماكو خطوط حمر سيد سعدون؟ هاي خلافات وقتية، هاي خلافات بين الأحزاب، ولكن الشعب الكردي الأكثرية يعرف من هو اللي وصل الحركة الكردية خلال 50 سنة إلى المرحلة اللي احنا وصلنا الفدرالية والآن نطالب بالاستقلال. هو السبب الحقيقي. احنا خلينا نرجع شوية للتاريخ حتى يعرفوا. احنا في معاهدة سايكس بيكو وبعدها معاهدة سيفر قسم الأكراد في الدول ال4، واللي هي كان كيان موحد أن يعطى دولة كردية. الأكراد في تركيا، في إيران أكثر من 15 مليون، في تركيا 40، في سوريا، في العراق. سايكس بيكو قسم الأكراد إلى4 أجزاء. النضال بدأ، حتى تعرف الدكتورة، النضال بدأ في بغداد في العراق، يعني باعتبار كان الإنجليز يحكمون بغداد في أول تكوين الدولة العراقية، وانتم على أساس ينطوا حكم ذاتي للشيخ محمود الحفيد، وبعد ذلك هم تغيرت الأمور. ظهر استاذ محسن، اذا نريد نناقش تاريخ القضيه الكرديه حلقات ما تكفينا. لا هذا التاريخ واضح ويعرف الجميع، يعرف هذا التاريخ. القضيه الكرديه كل العراقيين يعرفوها ومتابعيها، مو بس الكرد. انا سؤالي بالتحديد شنو اللي صار هالايام
عفوا استاذ محسن، شنو اللي صار هالايام؟ شنو المعطيات اللي صارت عند الكرد؟ المعطيات اولا الحزب الديمقراطي الكردستاني تاسس في عام 46. اقدم حزب بعد الحزب الشيوعي في العراق، ويعتبر من اغنى الاحزاب تاريخيا، يعني حتى لا يقولون هذول منين يجيبون الفلوس. احنا اذا نفتح هذا السجل الفلوس المبالغ والامكانيات الماديه للاحزاب الموجوده حاليا، واحد يقدر يقول لك هذا قبل 15 سنه ما كان عندهم، هسه يملكوه بالمليارات. هذه الاتهامات على البرزاني وعائله البرزاني. نحن حزب صار لنا من ال 46 من اقوى الاحزاب. النضال اللي صار حتى تكون بالصوره من ال 60 عندما كان البرزاني يقاتل مو بس العراق، الجيش السوري التركي كان، وكل ال10 سنوات البيشمركة لم يتزحزح بقيادة البرزاني، وحصلنا على أستاذ محسن، موضوعنا مو البرزاني، موضوعنا مو عائلة البرزاني، موضوعنا استقلال كردستان، وهذا الخطاب اللي ارتفع اليوم من دهوك بالمؤتمر وبحضور شخصيات كردستانية مهمة وقيادات كردستانية مهمة، واعلانهم بطريقه قد تختلف نوعا ما عما نسمعه قبل وما كان يوصف بالابتزاز لبغداد. شنو المعطيات اللي اليوم موجوده؟ الخطاب يا اخي الكريم، احنا بالنسبه لنا الان الوضع الحالي في العراق، انت تعرف بانه داعش اكثر من سنتين دخل خمس محافظات وسقط ما حصل. الوضع في سوريا الان ماذا يجري؟ الوضع الدولي اختلف. احنا بالنسبه لنا حتى تكون بالصوره، والدكتوره تعرف الدستور، لو تقرا الديباجه مال الدستور، احنا كاقليم كردستان كاكراد دخلنا بالعمليه السياسيه بالدستور العراقي اختياريا. هاي النسخه اللي تحفظوا زين. الدكتوره ما اعترضت على استقلالكم استاذ محسن، الدكتوره ما اعترضت على استقلالكم. اكثر واحد يفرح لا الصوره تكون غير سياسي. اختياريا دخلنا بالدستور عندما لا يطبق الدستور خلال هذه الفتره من 2005 لحد الان، نظام الاتحادي لا يطبق. دائما احنا نزاعات على الاستحقاقات، على الموازنه، على الاراضي المتنازع عليها، على اي شيء يصير تشوف كل الاتجاه يصير على اقليم كردستان وعلى عائله البرزاني حتى يكون الصوره واضحه. الان نحن امام مستجدات لعله تصير في منطقه الشرق الاوسط او هذه الدول. مطالبتنا بالاستقلال احنا متوحدين، كل القاده السياسيين الاكراد، والدليل على ذلك اليوم دكتور برهم صالح وكل القاده الاخرين الموجودين في الاحزاب الكرديه، مو فقط البرزاني، الكل يطالبون. شنو اللي يضمن لي انه شنو اللي يضمن لي انه راي الدكتور برهم صالح يمثل راي كل الاتحاد الوطني الكردستاني؟ معروف دكتور برهم عنده موقف نوعا ما قريب من الحزب الديمقراطي الكردستاني. شنو اللي يضمن لي انه رايه يمثل جوران مثلا؟ شنو اللي يضمن لي انه اراء هاي الاحزاب ممكن تجسد وتمثل راي الشعب الكردي اللي ما عنده رواتب بسبب سياسات الاقليم مثل ما يتهموه؟ شنو اللي يضمن لي؟ خلي اوضح لك. احنا السيد الرئيس عندما يطالب بالاستفتاء، احنا ما ناتي الى الاستقلال بهذه الطريقه اللي يفهموها الاخرين. احنا طلبنا ان يكون هناك استفتاء في اقليم كردستان. الشعب الكردي هو اللي يقرر، يعني احنا باسم الشعب الكردي وممثلين الشعب الكردي يقول احنا استحقاقنا الدولي، استحقاقنا الزمني، جيد. النضالي، الالاف البيشمركه نستحق. نغادر هاي النقطه، جيد، خلينا نغادر هاي النقطه واسال عن حدود الاقليم. استاذ محسن، حدود الاقليم او دوله كردستان القادمه وين حدودها؟ والله حدودها اني اقول لك بصراحه يا اخي الكريم، حدودها احنا واضحين جدا، واحنا بينا اكثر من مره. اذا ترجع من الناحيه التاريخيه واذا ترجع من الناحيه الواقعيه، كل المناطق اللي هي مؤشره وفق الماده 140 احنا ندعي بانه وهي تاريخيا كرديه، بدليل بانه هي اكراد ساكنين فيها الاكثريه، اللغه الكرديه، الاتجاه كردي في هذه مناطق كرديه، خليناها بوفق الماده الدستوريه. عندما الماده الدستوريه تطبق من الحكومه الاتحاديه احنا نقبل اين هو حدود اقليم كردستان. واذا ما طبقت او دوله كردستان. نعم. واذا ما طبقت الماده ليش ما تحكي لي اياها؟ ليش ما تحكي لي اياها بالحرف الواحد وتقول لي انه اي متر وصلنا له
وداست عليه بساطيل البيشمركه ودفعوا البيشمركه من اجل دم، هذا ما راح نتراجع عنه مثل ما حكوها قياديين اكراد هوايه. قول لي اياها بالحرف الواحد. احنا طول النضال الكردي السنوات اللي ضحى واللي ما زحزح البيشمركه فيها ما نتفق شيء، يعني ما نقول بانه هذه المدينه يجب مدينه الموصل ان تكون كرديه او القضاء الفلاني كردي. احنا بعد ما دخلنا العمليه السياسيه وتم تطبيق الدستور صارت انتخابات. روح شوف قضاء سنجار صار فيه الانتخابات ناحيه جمار وانا سهل ليلى كركوك دياله. من هاي المؤشرات اللي حصلت في هذه المناطق؟ من هو اللي فاز في مجلس محافظه، في مجلس ناحيه، حتى في مجلس محافظه نينوى كركوك في مناطق اخرى؟ واضح. خليك وياي واتمنى خليك وياي استاذ محسن، واتمنى من الشباب يصلحوا لي موضوع الصوره لان حتى الصوت شويه بمشكله، ما جاي اسمع كل العبارات اللي يقولها الاستاذ محسن. وارجع للدكتوره واسال، راح تدزين باقه ورد لدوله كردستان؟ اول واحد اني لا عفوا اول واحد خلطتش الشرط ابتداء. اذا كانت حدود هذه الدوله تشمل كل المناطق اللي الان سيطرت عليها البيشمركه وحررتها البيشمركه، مو سيطرت عليها. مو هيك المساله. لا راح تدزين ورقه او باقه ورد اذا كركوك انشملت ضمن هاي الدوله؟ هذا السؤال. اول ما بديت قلت اكو بيننا وبين الاخوه سواء الكرد ككرد كلهم او العائله البرزانيه اكو بيننا وبينهم دستور. متى ما اعطاهم الدستور الحق بان ياخذون هذا الشبر انا معه، متى ما منعهم الدستور ان ياخذون هذا الشبر انا مو معه. دستوركم لو دستورهم؟ لا دستور ناخذ دستور هم نفسهم دخلوا لا صوتوا عليه. لا مو نفسه. اسمح لي، الدستور شو يقول؟ انتم تقروا شكل هم يقروا شكل. يقول حدود اقليم كردستان في سقوط النظام 19/3 هم تحديدا قبل 9/4 19/3. اي حدود الاقليم في 19/3 مليمتر زايد ورا 19/3 مو حقهم. هسه هذا حقنا شلون ناخذه؟ بالدبلوماسيه والله بالقانون. هاي الماده شوفي تروحين على الدستور. لا تروحين على الدستور شوفين يا صفحه بها هاي الماده، شوفين يا صفحه بها هاي الماده بليها وشرب الماء. هسه انا وياك طيبين ان شاء الله نتلاقى استاذ احمد. من كل عقل ايش تحكين دكتوره؟ اي من كل عقل ونص. من كل عقل ونص. اذا هي مساله شقاوات فهو عنده شقاوات واحد عندنا 10. إذا قانون عنده قانوني عندنا قبالة 10. إذا مسألة مجتمع دولي هو يندل المجتمع الدولي وإحنا ندله. إذا مسألة مال واقتصاد فهو عنده بير نفط بيرين عندنا 10. لو تندلون لو تندلون المجتمع الدولي، لو تندلون المجتمع الدولي عفوا، لو تندلون المجتمع الدولي أو تعرفون تنسقون أموركم، كان دزيتوا شخص مثل ما دزوا السيد مسرور برزاني وقعد ويا إدارة ترامب جديده ورتب وضعه وعلاقته طيبه مثلا ويا تركيا، هذا اللي يرتب اموره، هذا اللي عنده حلم يريد يحققه. استاذ احمد مو هسه هو شوف زميلي اول ما بدا ايش حكى عباله انا معترضه على استقلال كردستان، انا هسه اقولها هو يعني بملء فمي بالفم المليان. اكثر من سيفرح باستقلال كردستان لكن بطريقه هادئه وقانونيه وطيبه اكثر واحد يفرح اني. تقول لي ليش؟ اقول لك وحده من مصادر التشنج بهالدوله هاي هو علاقتنا مع حكومة الإقليم. تقول لي استفادينا شيء إحنا من 2003 وإلى اليوم من إقليم كردستان؟ ضرائب، رسوم، واردات سياحة، نفط، سيادة، إرهابيين كمشناهم، وسائل إعلامية ممنوعة هنا وتشتغل هناك. تقول لي إحنا الزاير يطب الكربلة عسى ما يدفع له دولار كل محافظات العراق بما فيها كردستان يشاركنا بها. زاير واحد إذا يطب الكربلة أو النجف يدفع له دولار العراق كله يأكل من هذا الدولار. كردستان يطب لها سايح، نفطها، رسومها، ضرائبها، كل شيء. منح مساعدات كانت تجينا قبل ما تستقر موازنات العراق بالمليارات. العراق استلم منح ومساعدات. كردستان ياخذ 17% واحيانا اكثر تصل ل 30% من المنح والمساعدات من عندنا. كردستان تجي منح ومساعدات ما ينطلي العراق من عندها. فمن تجي من جانب اقتصادي اكو منفعه حصلها العراق من كردستان حتى واحد ينقهر ويقول والله راح نخسر. نجي اكو مساله مهمه حكى بيها استاذ محسن، مرات يحاولون يضللون الراي العام بقضايا هي غير صحيحه. ملا مصطفى البرزاني ما حد ينكر دوره ولا عندنا عداء وياه ولا انا بالذات ما معنيه بالقصص التاريخيه القديمه. يحبوا الاكراد، نعم يحبوا الاكراد، بس ملا مصطفى البرزاني ما كان قايل للاكراد راح اجيب لكم ابني وابني يخلف ابنه وابنه يخلف ابنه واجيب لكم دكتاتوره زرعه. النبي نوح هم ابنه طلع مو خوش ادمي، هو نبي. نوح نبي
وبنطلع مو خوشاتني. لا خلي اكمل. جيبين على كاك مسعود. لا القصه الان مشكله العراق بيمن مو بكردستان ترى ولا بالاحزاب الكرديه، مشكلتنا مع شخص البرزاني وعائلته. الاكراد الان من ما يحصلون رواتب مشكلتهم من المركز لو مع عائله يعني مسعود البرزاني وعائلته. انطيني سياسي كردي من كل القوى الكردستانيه ما يحلم بالدوله وما يحلم بالاستقلال وما يريد دوله وما يريد يحقق مصيره. اليوم روح اسال ليش تسالني؟ روح اسال الشعب الكردي. انا اسمع من زملائي واسمع من ناس واصدقاء ومعارف واخوان الان يبكون يقول لك انا مع المركز بس انطيني راتب ارد اعيش. انا كنت الجوع انا شو يهمني؟ دوله يطلع بها نجرفان البرزاني يتفشخر بتركيا لو يروح للسعوديه لو يروح لامريكا ويقول عندي دوله تحطها بجيب نجرفان البرزاني. انا كمواطن كردي تعال انطيني انا ايش حصلت؟ انا كاتني الجوع الان راتب ما عندي، مدارس اولادي نسدد. لان ما حاسم امره. لا لان ضايع بين بغداد. لا تعرف ليش؟ لان ما حس بس بيحسم امره ويصير دوله ويصير عنده. لا اسمح، كثيرين منهم راح يخاف على نفسه. مسعود البرزاني بالليل ثاني يوم الصبح قفل البرلمان وروحوا الله ومحمد وعلي وياكم ماكو برلمان، 5 وزراء طردهم وروحوا. جاي يحكي عن دوله، جاي يحكي عن 1000 سنه اللي قدام. ما يخالف. مسعود برزاني الله يطول عمره 60 خليه يطول له بعد 20 سنة. ليش سقط؟ جاي يحكي عن دوله حلم. ليش سقطنا نظام صدام؟ هم صار لها 100 سنه الدوله. اسمعني ليش سقطنا نظام صدام احنا؟ صدام يروح ويروح عدي ويروح قصي وحلا تروح وبن حلام يروح ويستقر العراق ورا 100 سنه، ليش سقطنا نظام صدام؟ الشعب دائما يبحث عن حريه، يبحث عن ديمقراطيه، كل الشعوب بدون استثناء، الشعب العربي، الشعب الكردي، الشعب التركي، اي شعب بالعالم يبحث دائما عن الديمقراطيه. يقول المواطنين كلهم يحبون، نعم الاكراد كلهم يحبون ملا مصطفى وكلهم يشيدون بتضحياته، بس مو كلهم يحبون مسعود البرزاني. لو كانوا كلهم يحبون كان انتخبوه. ليش اكو اعتراض الان؟ الاقليم مشلول ورئاسته معطله ومشلوله لان الشعب الكردي غير راضي عن سياسات مسعود البرزاني. اليوم سليمانيه، شعب سليمانيه يعاني ونص شعب دهوك يعاني، كركوك منو قال لك راضي عن مثل ما العراق يعاني، مثل ما العراق جايب لي نظام السياسي الجديد بعد 2003. الجماعه دا يبنون دولتهم بعد 2003 بطريقه مليئه بالمشاكل، نرجع لنفس النقطه. خلي يعلن دولته منو منعه، خلي يصفي مشاكله الداخليه مع شعبه، خلي يركز اقتصاده، مو شهرين ما عنده راتب 6 اشهر صار له. سمع الدكتور وهو عنده نفط وعنده خيرات وعنده ضرائب وعنده رسوم وما يقدر ينطي رواتب، العدد اذا استقل شلون يعيش؟ خلي يصفي مشاكله وخليه يروح. سمع الدكتور. لا عفوا استاذ محسن، لا وئام داخلي، لا استقرار بالمنطقة، ما شاء الله حتى الجغرافيا بدها تتموج، الحدود تعبر على حدود، لا خلينا نقول رضا إقليمي متوقع من قبل كل الأطراف القوية بالإقليم، وحتى ماكو ظروف تخليكم تروحون تفوتون بتجربة مثل تجربة مهاباد. أنا بس أريد أوضح نقطة واحدة. إذا كان هذا العداء من بغداد ومن الكتل السياسية ومن الدكتورة، وخاصة هي كانت في دولة يعني في حزب الدعوة الأكثرية، العداء لعائلة البرزاني أنا أعتقد هم ما راح يوصلون إلى نتيجة معانا، لأنه ما ممكن. البرزاني جاب الانتخابات، رئيس الوزراء جاب الانتخابات، احنا انتخابات برلمان كردستان اللي رشح نجرفان برزاني، والحكومة مشكلة من الاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية. قوران يعني أجروا انقلاب في برلمان كردستان للعلم. سيد محسن ثانيا بس حتى أوضح لك الصورة على جوابك. لا سيد محسن، جوابك يكون سيد محسن، هذا الخلافات الكردية شأن داخلي ممكن يصير في أي إقليم، ممكن يصير في أي دولة. أنا مو هذا سؤالي. اللي عنده حلم دولة هذني هون عندنا المشاكل كلها تهون. انطيني ظروف، عندك استقلال اقتصادي، اذا رواتب لحد الان ما جاتك تقدر تنطيه، عندك اعتراف دولي واقليمي بالدولة، واصلتكم هيك رسائل. انا هذا اللي جاي اسال عليه. خلي اوضح لك الصورة. فضل. مو كردستان الوحيدة بالعالم تريد تصير دولة. بعد الاتحاد السوفيتي 50 انهيار الحزب الشيوعي 50 دولة صارت في العالم. أولا دولة كردستان أو إقليم كردستان غني جدا بإمكانياتها في كل الموارد فيها. اثنين، بأنه بعد الاستفتاء الشعب الكردي على الاستقلال، وهذا استحقاق موجود في كل الأمم المتحدة والمعايير الدولية، ويصير اعتراف من الدول في دولة كردستان
احنا بالنسبه لنا امكانياتنا موجوده ونقدر ان ندبر نفسنا، اما اذا الحكومه الاتحاديه تمنع الموازنه من سنه 2000 طبعا موازنه 2014 ما حد يدري وين صارت. لا ماكو سؤال منطقي استاذ محسك، سؤال منطقي، اذا بعدها بغداد يعني مصرفكم من بغداد بعد جاي تاخذوه وما مدبرين حالكم، شلون من تستقل تقول ادبر حالي؟ احنا بالنسبه لنا من 2014 الحكومه قطعت الموازنه ال 17% وتتحكم بنا لحد الان، يعني اليوم البارحه اجتمع مجلس وزراء في اقليم كردستان، مو احنا الحزب الديمقراطي قلنا، وانما الاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي والجماعه الاسلاميه وزرائهم في مجلس الوزراء في اقليم كردستان رفضوا هذه الموازنه اللي انفرضت علينا. يا اخي لم تعطى الحكومه الاتحاديه استحقاقات الاقليم خلال هذه السنوات، ورغم ذلك الاتهام بالسرقات. احنا خلينا نسوي مقارنه الدكتور تسوي مقارنه بين مدن اقليم كردستان ومدن العراق اللي هي كانت 80% من الموازنه بيد الحكومه في بغداد. وين التطور اللي صار بالحله بالبصره؟ وين العمارات؟ وين المستشفيات؟ وين الاستقرار اللي موجود؟ اي والتطور والعمران اللي بكردستان في غالبيته 80% استثمارات يا سيد محسن السعدون، استثمارات مو 17%. خلينا لنفرض، انا اريد افرض انه عندكم استقلال اقتصادي وقدره على تمويل هذه الدوله واكو دعامه اقتصاديه ابار نفط وغيره، اريد افرض، لكن اريد احكي عن خلينا نقول اعتراض اقليمي، مرتبين وضعكم ويا تركيا، اوكي، اذا ايران اعترضت، وايران تعرف شنو ايران وشلون تشتغل ايران. نعم. وهناك من الاكراد من يرتبط بعلاقات وثيقه بايران. ما اعرف شلون مرتبين اموركم على موضوع الاستقلال. الامور تترتب كما يلي، لا يجوز للقياده السياسيه في كردستان ان تبدي بخطوه نحو الاستقلال بدون ان يكون هناك يعني لقاءات مسبقه مع الدول الجوار وخاصه ايران وتركيا وحتى الاتحاد السوفيتي والدول العربيه والدول الاخرى والجامعه العربيه والبرلمان العربي. احنا نسمع من كل الاعضاء وانا عضو بها بالبرلمان العربي الاكثريه يؤيدون دوله في كردستان. هذه الامور لا تاتي من فراغ وانما تاتي بعد يعني دراسه. واذا احنا اخذنا الاستقلال الاخرين ما يهموا، يعني ليش شايلين همنا؟ يقول لك هذول شلون راح يدبرون نفسهم؟ هذول راح يفشلون. احنا هذا امر ثانوي، احنا الان نريد ان يكون هناك اليات نحو استقلال كردستان بالاستفتاء بالاتفاق مع الحكومه الاتحاديه. يمكن هسه لو تراجع وعندك فد آلية تقدر تقيس بها الرأي العام لعرب العراق، بيقول لك انا ما عندي مانع، مثل ما قالت الدكتوره ما عندي مانع يستقلون، بس عندهم شروط. ما تاخذون كركوك، ما تاخذون 13 وحده اداريه من الموصل، ما تزحفون على مناطق انتم تعتبروها كردستانيه لكن هي تاريخيا اربيل، التاريخ يقول هي تركمانيه، مو اربيل، قلعه اربيل تركمانيه مو كرديه. اخي هاي المشاكل مال تركمان احنا بالنسبه لنا عندنا نظام فدرالي، هاي وحده. اثنين، انا من اسمع من القاده السياسيين في بغداد بانه ينكرون يعني تدري بالحكم الذاتي ب 76 مع الحكومه صدام من صار التوقيع على الحكم الذاتي، تدري نفس الاليات مع تحديد هذه المناطق المشموله بالحكم الذاتي، نفس السنجار. والخلاف الاخير هم تآمروا، الحكومه تآمروا على الحركه الكرديه وراح تنازل شط العرب ونص في سبيل ان يفشل الحل. احنا بالنسبه لنا لا تراجع، احنا اكراد في مناطق يجب ان يسمعنا المجتمع الدولي بانه حصل علينا تعامر مرتين. مره النظام السابق عرب هذه المناطق ورحل ابناء هذه المناطق وغير ديموغرافيه هذه المناطق. واضح. ومره جانا داعش وابادنا في هذه المناطق. احنا ما ممكن، يعني ليس هناك كردي واحد او بيشمركه واحد ما يريد ان ياخذ حقه بالدستور العراقي من هذه المناطق. ما ممكن ياتي لجنه دوليه تجي تسوي استفتاء بهالمناطق، تختار
النظام دولة كردستان او تختار الحكومة الاتحادية. لكن وقت احنا ما نعرف. خليك وياي. اما بغير الاليات هذه لا تراجع على مناطقها، وكتكون لا تراجع من ضمن صميم المادة الدستورية اللي تغير بها النظام. عبال ارجع للدكتورة حنان. لحظة عبال ارجع للدكتورة حنان. لا تراجع، مو اكو ناس يقول لك ما اسمح لك، يعني هذا اعلان حرب. الان اعلان الاستقلال في هذا التوقيت، يعني هذا اعلان حرب. العرب ما راح يسكتون، لا عرب كركوك يسكتون ولا عرب الموصل يسكتون، وسنتهم وشيعتهم. يعني انا اقول لك احنا مو بالقتال راح ناخذ هذه المناطق، احنا بالدستور ناخذ هذه المناطق اذا صارت استفتاء علني واصبح راي الشعب هو اللي يحترم. احنا ما قايلين احنا راح نقاتل في سبيل ان نحدد حدود واضح. دولة كردستان. واضح. احنا نقول بالدستور العراقي نريد المجتمع الدولي والامم المتحدة وكل المنظمات الدولية وحقوق الانسان وان تراعي الجانب اللي حصل على الاكراد في ظل النظام السابق وظل داعش الان. واضح استاذ ناصر. خلينا نرجع للاستوديو. هذا اللي حكى اليوم كاكتل جيرفان برزاني، قال ما بالتفاهم مع بغداد، نقعد ويا اخوتنا ونأسس دولتنا بموافقتهم ومن توافق بغداد، شوف ايش قد راح ينعكس هذا الموضوع على مستوى القناعه الدوليه والاعتراف الدولي. جماعه ما جايين بالقوه، بالتفاهم مع بغداد. اليوم يقول كاكتل جيرفان. والله يمكن الاستاذ ما دا يفهم الاقوله، اعتقد المشكله باللغه، يعني لربما ما دا يفهم كلامي، يعني اشكاليه عنده باللغه، فاتمنى يعني اذا احد يمه يساعده بالترجمه. ابد ما معترضين يا اخي، اليوم وامس وقبل 5 سنين روحوا الله ومحمد وعلي وياكم ونصفق لكم ونهلهل ونطش شكليت ونضرب اطلاقات. منو منعكم بس تهددون تبتزون بينا لدرجه اصبحت اسمح لي يا احمد تبتزون اسمع خل اسولف. هاي صارت سنتين ماكو يعني موازنه، صارت مقززه لعبه نفسنا. اي عراقي عربي تركماني من اي محافظه يسمع خطاب نجرفان او مسرور او مسعود او مصطفى او ما ادري شو اسمه، ما اعرف شو اسمهم، قامت تلعب نفسه. يابا روحوا استقلوا، من منعكم يا اخي نستقل ونسوي استفتاء. شنو انت استفتاء تريد فلوس الاستفتاء من عندي؟ يعني هم مفوضيه ما عنده ويسولف ارد اسوي استفتاء. يابا روح سوي استفتاء يا اخي، من منعك؟ انت الان معترف بنتائج انتخابات، انت ما لغيت نتائج الصندوق، انت بحال راي شعب كردستان. انت لو تحترم راي شعب كردستان ما طردت وزرائهم. قيس الخزعلي منعه. اسمح لي يا قيس الخزعلي هدده يقول له الله يخليك. قيس الخزعلي ذاك اليوم سولف، صار له 13 سنه مسعود البرزاني كان اكو قيس الخزعلي يسولف يقول له امنعك. 13 سنه مسعود البرزاني نفس الموال نفس الاسطوانه المشروخه، لعبه نفسنا. تريد تستقل يا اخي روح استقل. 2 يقول كردستان دوله غنيه، ما شعب كردستان راح يسمعك، راح يزعل اذا كردستان دوله غنيه. العد ليش ضامنين خيراتها لكم ومخلين الشعب قاتله الجوع؟ 3 انا عمري ما كنت في، يقول الاخت في حزب، انا عمري ما كنت في حزب الدعوه ولم ادعي ذلك، انا نائبه مستقله في دوله القانون، اعبر عن رايي ورأيي واضح تجاه الاقليم من اليوم الاول، بحيث شيطني مسعود البرزاني وشيطنوني الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاقليم، خلوا مواطنين الاقليم ينظروا لي مثل البعبع. مصاصه دماء بالاقليم صرت بسبب طرح. اقول يا اخي تريد تستقل روح استقل، ما حد منعك. 2 اللي طلعوا تظاهروا على رواتبهم من الحله، من يقول الحله ما طالعين متظاهرين عليك، ولا الانبار طلع تظاهر عليك، ولا البصره تظاهر عليك. من الظاهر عليكم اهل سليمانيه، من يظاهرون عليكم اهل الاقليم نفسهم. حتى هذا المتظاهر يحلم فد يوم يشوف علم كردستان بالامم المتحده ويرفرف بصف علم. وليش لا؟ شكوا بيها ومن حقهم. صف علم الكويت يمكن يصير. منو مانعهم اخي؟ لان كيو. هاي سياسه الابتزاز والله ملينا منها. يريد ياخذ فلوس من الاقليم من الحكومه قال استقل، يريد يخوف الاكراد داخل الاقليم حتى يقبلون بي رئيس قال اريد استقل. يوميا هالموال. ليش ما يستقل؟ انا اريد اخي الان وزميلي محسن السعدون يعطيني اسباب التاخر. احنا الان انا محبه للشعب الكردي واريد مصلحته، ليش مأخرين الاستقلال هالقد؟ ظلمتوا الشعب الكردي 13 سنه ليش؟ 2 انتم كنتوا اشبه بمستقلين، من جبركم تجون ويانا بالدوله؟ انتم جيتوا بارادتكم، جيتوا بالدستور. ايوه هذا الدستور والدستور كتبتوه بطريقه عوجه يا اكراد، دخلتوا ويانا شوهتوا دستورنا. لو الدستور مكتوب بايادي عربيه سواء سنه او شيعه او تركمان ويانا مسيحيين ويزيد، والله ما طلع دستور اعوج. الدستور انكتب بطريقه مايله لانصاف الاكراد، لاعطائهم حقوق اكثر من وفق هذا الدستور اللي استفتى عليه الشعب العراقي راح يصير هذا الاستقلال. قال لي شوف خذ دستور. يلا ما يسوي استفتاء. منو منعه؟
اجوا بارادتهم دخلوا ويانا ليش؟ لا حبا بينا ولا العراق الواحد، عمرهم ما سولفوا بالعراق الواحد ولا سمعت واحد بيهم فد يوم يسولف بالعراق الواحد. دخلوا يريدون يستفيدون واستفادوا بما يكفي 13 سنه. لا المشكله انتم الشيعه اللي حكمتوا البلد بهال 13 سنه 14 سنه بعد شهرين يصير 14، لا خليتوا السني يحس انه هاي دولته ولا خليتوا الكردي يحس انه هاي دولته. والله حقك اتفق وياك 100%. روح حاسب الحكمه والمجلس الاعلى وحزب الدعوه والتيار الصدري والفضيله والاصلاح. اراده لا عندها وزير ولا عندها رئيس وزراء ولا عندها محافظ ولا عندها وكيل وزير ولا عندها سفير ولا عندها ابد رئيس قسم. ما عندي خاف اما تدري ما يخالف انا وياك. لا اجي ليش ما يصير تحاسب العده بس لسانه وصوته مثل اللي رئيس وزراء 8 سنين و10 سنين و11 سنه. حاسب الاحزاب. اجي احط التيار الصدر اقول له كم وزاره عندك، كم وكاله، كم سفير، كم مدير عام، كم مدير دائره. اجي احط المجلس الاعلى اقول له كم وزاره، كم مدير عام، كم سفير، كم وكيل، كم مدير دائره بالمحافظات وغيرها. واذا هاي القوى مقتنعه بموضوع ويقعدون ويا الاخوه الكورد ويتفاهمون ويعطوهم كركوك ابدا. انا هسه وينطوهم هاي استاذ احمد اجزم لك وبملء فمي، والان كل الشعب العراقي يسمعني من زاخو الى البصره. يا حنان الفتلاوي، اني وكل حركه اراده اول من يبارك للاخوه في الاقليم اعلان استقلالهم، واول من سيبعث باقه ورد لهم واقول لهم الف بالخير عليكم ونريدكم اصدقاء ونريد علاقه طيبه، ولربما انا يجوز اصير سفيره في اقليم كردستان لدوله العراق، لربما انا اصير سفير في الدوله الجاره اللي هي اقليم كردستان واحسن العلاقات بين الدولتين الصديقتين. ما معترضين. اعتراضي وين؟ خلي الاستاذ محسن يفهمني. اعتراضي على هاي يعني القنابل الصوتيه اللي يثيروها وهي مو واقعيه. تيجي تريد تاسس دوله، تعال حدد موعد مع حكومه بغداد، اجمع الحكومه اليوم صاحب القرار منو؟ وهذا اللي جاي يصير. حدد موعد. ايش صار له يصير 13 سنه نسمعه يا احمد. لا اليوم انا اليوم اللي سمعته. لا مو اليوم مره ثانيه اقول لك ابدا. كان يجي رفان قال اني قريبا نتفاهم ويا بغداد. ما سامع بنيج كلهن القديمات. كلهن سامعهن. اذا سامعهن مثل ما انا سامعت. لكن اكو جديه اكبر باليوم باجتماع اليوم. خلاص احنا ايش وقت؟ اكو جديه اكبر. اكو ظروف مواتيه. شوف باكر انا اخلي لك الشعب بغداد وشعب الحله وشعب البصره كله يظهر تأييدا لهذه الخطوه. فرحانين الشعب العراقي يريد يشوف الخير لاخواننا. الاكراد قتلهم الجوع بلا رواتب صار لهم اشهر، تكميم افواه. نائبه حكت لها حكايه يطلعون 100,000 زلمه يتظاهر عليها. جيد. هي احنا هم نريد نشوف الخير، نريد نشوف الحريه لهم، نريد نشوف الاستقرار. اذا لا تعترضين على ضم كركوك، لا تعترضين على ضم هاي المناطق، لا تعترضين على ضم ابار النفط، لا تعترضين. لا هاي حقوق كردستان. منو قال لك راح اعترض عزيزي؟ اكو دستور يعني. ما اعترض، اكو دستور يحكمنا. هي مو بكيفي وبكيفك. انت تقول هذا الاستوديو مالتي وجاني اقول لك وقف بالباب اقول لك اطلع استاذ احمد هذا الاستوديو مالتي. يا شقاوات لو شنو؟ اكو دستور، الدستور تعترف به كل دول العالم. امريكا وبريطانيا وايران وتركيا كل الدول تعترف. اكو دوله اسمها العراق يحكمها دستور. يجون يريدون ينفصلون وفق القانون، ما حد راح يعترف بهم اذا ما ينفصلون ضمن القانون. اثنين، مو بالغباء هذا اللي تتصور يعني الاخوان في اقليم كردستان اذا رادوا ينفصلون يخلقون عداء مع دوله بمئات الكيلومترات حدود بينهم وبينها. لطالما اكدوا على حسن الجوار بين دوله كردستان القادمه وبغداد. كل زين. لطالما حسن الجوار شلون يجي اذا ما تقعد تتفاهم يابا؟ انت حدودك ب 19/3 روح الله محمد وعليك ما حد مانعك. اما تجي تحتل نص الموصل وتريد تاخذ لي كركوك بالقوه وتريد تاخذ لي نص بالقانون. لا ما يخاف، تعال بالقانون. بدي اقول لك بالقانون بالدستور. مو هو لو يريد بالقوه يخسر. ايران تصير ضده وسوريا تصير ضده وتركيا تصير ضده. الى الان بعيدا عن التصريحات اللي تسمعها زلماي خليل، زلماي صبي كردستان منو ما يعرفه؟ زلماي طلع منا سفير الاقليم. شلون كتب الدستور لو مو زلماي كتب بعض الحروف بيده؟ زلماي ورئيس شركه اكشن موبيل اللي طردتوه من البصره وراح استثمر بكردستان والان صار وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه. عمي ناس تعرف تشتغل. انا ما اختلف. تعرف تشتغل. ما اختلف وياك. روح شوف وزاره الخارجيه اعطيناها بيد هوشار زيباري على مدى قد من السقوط الى لحد ذاك اليوم. روح شوف سفاراتنا وبعثاتنا بالخارج ايش بنت وش رسمت، وروح شوف ممثليات الاقليم، ممثليات صغيره تروح برا باي دوله. انا وقت القطاف خلاص. انا وقت القطاف ما اختلف وياك. ما عرفوا جماعتنا، ما عرفوا يشتغلون، ما عرفوا يختارون وزارات صح، ما عرفوا يختارون ناس صح يدفعون الثمن الان
الآخرين عرفوا ممثليات فعالة بالخارج وعرفت ترسم صورة حلوة وأكسوا مظلوميتهم بشكل صحيح. بالعافية عليهم، أنا أول المؤيدين. سيد محسن السعدون تفضل. أستاذ أحمد. تفضل. أستاذ أحمد. أستاذ أحمد. تفضل أستاذ محسن، تفضل أسمعك. أستاذ أحمد تسمعني؟ أسمعك واضح، تفضل. نعم. أنا أعتقد اللغة اللي تتكلم بها الدكتورة أنا أفهمها جدا واضح. احنا هذه الامور من نطالب فيها، تقول لي ليش ما يبدون الان؟ احنا هذا معلن من زمان في كل المؤتمرات، في كل الاجتماعات، وهناك كان يعني حتى من دول الجوار، الاكراد من دول الجوار كانوا يجتمعون في اربيل حتى يعطون الخارطه الحقيقيه لدوله كردستان. هذه احنا ندرسها ودارسين كل الامور. الان هي عرفت، واني اشكرها من تقول اني اول حزب سياسي راح تعترف بالدستور ومن ضمن الماده 140، وان شاء الله اللغه واضحه وراح نستقبل، لانه احنا متاكدين اذا نرجع للاحصائيات بغض النظر التركمان اخواننا، العرب في الحويجه اخواننا، الحل الوحيد لكركوك هو الرجوع للاحصاء عام 57. هذاك الوقت زمان ملكي، ما يقولون هذا يطلب حكم ذاتي ولا حركه كرديه كان. استاذ محسن، استاذ محسن عند ذاك اذا تريدون تطبقون الماده 140 ما حد راح يقتنع بسياسه الامر الواقع وفرض الامر الواقع اللي فرضتوه صار 13 سنه. لا العرب ولا التركمان ولا الاقليات الاخرى في سهل نينوى وغيرها ما راح يعترفون بسياسه الامر الواقع اللي فرضتوها. ما تفيد بعد لا ال 140 ولا غيرها. لا وراح يقولوا لكم انتم تلاعبتوا بالحدود وتلاعبتوا مثل ما كرت صدام، انتم مثل ما عرب صدام انتم كرتوا، وهاي راح تسمعها ويا ريت تخلص بس بالسوالف، احنا خاف يصير بها سلاح. احمد تفضل. استاذ احمد، احنا الامر الواقع اللي حصل، احنا حررنا مدن مسيحيه من داعش. يعني برطله، تلكيف اليوم، سهل نينوى، من مكونات اخرى. يعني احنا حررنا، شوف الناحيه عربيه ناحيه ربيعه 54 قريه ولا قريه كرديه ماكو. في شمرقه حرروها لان احنا ضد الارهاب، ضد داعش باي مكان كان. هذا مو امر واقع، هذا واجب من واجبات الجيش في شمرقه بان ندافع عن كل العراق ومن ضمنها هذه المناطق، لانه صار انتهاكات عليها. احنا اليوم في شمرقه متهيئين لتحرير الحويجه من داعش. احنا ضحينا بكثير من المناطق هي مو كرديه، ولكن امر الواقع دفاعا عن الانسانيه وعن حقوق الانسان. فلذلك ما هو ردك على تقارير ونشرتها منظمات دوليه حول تجريف اراضي وحول هدم قرى و450 قريه تهدمت، وهذا هيومن رايتس ووتش وغيرها زين تحدثت عنها. شوف اقول لك استاذ احمد، هذه حرب والبادي اظلم. اللي دمروا سنجار واللي دمروا زمار واللي دمروا سهل نينوى وكركوك ومناطق كركوك هم داعش بالبدايه. وبدات دفاعا عن النفس وحرر هذه المناطق، وكان هناك خصص بالطائرات الدوليه والمدفعيه طبعا تتهدم قرى. طبعا الان شوف الوضعيه في داخل مدينه الموصل، هذه حرب في الفلوجه دمرت اقضيه ونواحي الانبار. هذا مو قياس، هذه منطقه عسكريه صارت فيها بشر. بس طيب. احنا نفرح من القياده السياسيه عندما يكون هم لهم العلم اذا صارت هذه البدايه بضمن الدستور العراقي وضمن رضا الحكومه الاتحاديه وكل الاخوه الشعب العربي في العراق. احنا راح نكون سعداء جدا، وسوف نستقبل الدكتوره حنان في كركوك، نستقبلها في كركوك ان شاء الله. عاصمه كردستان كركوك. مو على كل في كركوك لانه الدستور زين. والله اذا بغداد تفاهمت وياكم وقبلت تبقى عندكم مشكله البككه الكرديه اللي احتمال ما ترضى بدوله كرديه، آل برزان مسيطرين عليها، تبقى احتمال القوات الكرديه اللي شمال سوريا اللي راح تكون جارتكم، اللي اليوم كاتني جيرفاني يقول ما راح تشملها الدوله الكرديه، تشمل بس كرد العراق. بيناتكم كاكراد انتم مختلفين على كثير قضايا جوهريه يا سيد محسن.
لا لا لا، ما مختلفين. انت لا تحسب حركه في مكان ما. احنا نؤيد نضال الفككه في تركيا. ونحن عبد الله اوجلان يقول وقف اطلاق النار الان، الحل لازم يكون حل سلمي، الضحايا اكراد يروحون. هذا الخلاف مع الفككه. احنا الفككه دا يناضل ويطالب بحقوق الاكراد في تركيا، هذا موضوع احترام. كل الفصائل الاخرى في سوريا، ولكن عليهم ان يرجعوا الى لغه السلام ويرجعون الى الواقع الشعب الكردي في سوريا وفي تركيا. واضح. هذا الخلافات اللي احنا علينا، ولا احنا نرحب في كل نضالات الاكراد في الدول الجوار. واضح. دكتور حنان تفضل. يعني ما ادري اكو ملاحظات تكون استاذ محسن هم يعلق عليها، يعني ترى ذاكره الشعب والله يمكن ما بقى له وقت، يعني اخر تعليق لك. صحيح الشعب العراقي ربما يعولون على انه ينسى بسرعه، بس هو منو سلم سنجار؟ اقول لك منو صدر امر لكل الجنود بوزاره الدفاع العراقيه في كل الفرق اللي تشتغل هناك بان ترمي سلاحها وانسقطت الموصل؟ من اللي اجبر بعض القوات التي صمدت على رمي سلاحها واخذوا سلاحها؟ من مو البيشمركه نفسهم؟ لا. لو هاي نسيناها. لا خلي اقول لك قادة الجيش العراقي اكو يعني لو سمعنا بس ما لا اسمح لي علي غيدان والغراوي دول اللي سلموا. هسه انا ما عندي وقت انطي مجال يرد عليه. لا يرد عليه، ما اذكر اسمه. قائد بالفرقه داعش وفرقه او داعش او اثنين هي اللي كانت هناك هسه بالضبط ما اتذكر. اللي رفض يسلم سلاحه وصار رمي بينه وبين البيشمركه، صار قتال بينه وبينهم، وختلوه بعدين شردوه بعض الجهات من بيت وبيت وخاتل، وبعدين اندزت له طياره من مكان ونقل من هناك وجاب لبغداد، واكو تحقيق مفتوح واكو تقارير ويعرفون منو اسمه. رفض يسلم سلاحه بالقوه. البيشمركه استولوا على سلاح الجيش العراقي، بعض القوات اللي صمدت واللي ما رادت تسلم سلاحها بالقوه فرض عليها مسدساتهم، ضربوهم مسدساتهم بجيوبهم، اخذوها من عندهم. التاريخ ما ينسى. اللي يقدر يسويه يقدر يفرض دوله، شاء من شاء يعني وابى من ابى. احنا شو نرجع نقول استاذ احمد؟ اذا يريد دوله تعيش بسلام مع دوله صغيره وقبالها دوله كبيره، اليوم اكو داعش راح يخلص، العراقيين راح يرجعون يصحون من الصدمه، يتوحدون من جديد، دوله عندها مقومات، عندها دول جوار، عندها سلاح، عندها نفط، عندها خيرات، عندها شعب، عندها عقول. طالما غزت العالم بعقولها هاي الدولة ستستقر اليوم وباكرة ورا سنة. من مصلحة دولة صغيرة مقابل دولة كبيرة، دولة بخيرات قليلة، دولة بخيرات كثيرة، دولة بعقول مفكرين وكل شيء وجيش مدرب وعنده خبرة وغيرها. من مصلحة هذه الدولة الصغيرة، عندها حدود تريد تعيش، تريد تصدر، تريد تستقبل سياح، من مصلحتها أن تعيش بسلام مع الدولة الجارة الأخرى. فبالتالي قادة الإقليم مو من الغباء بأن يعيشون بعداء مع دولة أكبر من عندهم، دولة جارة تربطهم بها حدود كبيرة. من مصلحتهم بعدين عندهم مواطنين في أماكن أخرى من محافظاتنا، من مصلحتهم أن لو أرادوا يسوون دولة أن تكون بطريقة قانونية هادئة برضا الطرفين. بدون هاي الطريقة ما يقدرون يسوون دولة. أنا أقول لك لا اليوم ولا باكر ولا 15 سنة ما راح يعني هو مو يبحث عن الاستقرار. لا خايفه من حرب كرديه عربيه بسبب الدوله. حرب كرديه انا اقول لك، وذكرني عدله او ميته. حرب كرديه. مسعود البرزاني الان جزء من دوله كبيره استولى على الخيرات وحرم سليمانيه منها. لو الدوله بيده شو يسوي؟ مواطنين سليمانيه يصيرون مو درجه ثانيه، هسه درجه ثانيه يصيرون درجه ثالثه. ثروه تفك حلقها بحكايه ثاني يوم يعتقلوها، غيرها صحفي يحكي ثاني يوم يعتقلوه. تكميم افواه، دكتاتوريه، استئثار بالخيرات. ما اعتقد شعب الاقليم يبحث عن مثل هذه الدوله، بالتالي يبحثون عن دوله. اسمحي لي اقاطعك واروح، يعني تجاوزنا على الوقت، اروح على الفيسبوك. اشرف كريم: قانون الموازنه المصوت عليه كان رصاصه رحمه في نعش العلاقات بين بغداد وكردستان، مما سيمنح الكرد أحقية إجراء الاستفتاء الشعبي بمعزل عن المعترضين، وإن كان هنالك إدارتان سليمانية أو أربيل. أما وضع الحدود الجغرافية فسترجح الكفة لخيار دم البيشمركة. أكثم فرقد: إعلان استقلال كردستان يعني خلق الاستقرار الضرورة بين السنة والشيعة في العراق، أي بعبارة أخرى بعد ماكو مخاتلة باللعب، مرة مع الكرد ضد السنة ومرة مع السنة على أساس ضد الكرد، لكن النتيجة هي ضد السنة أيضا. السنة الرابح الكبير من استقلال كردستان. ما ناخذ بعد؟ يلا. شكرا لكم على هاي التعليقات، شكرا للدكتورة حنان على هذا الحوار، شكرا للسيد محسن السعدون على هذا المشاركة عبر الهاتف، ونعتذر على الخلل الفني، كان المفروض ويانا صورة وصوت. شكرا لكم مشاهدينا، ونشوفكم الأحد إن شاء الله.